السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم بقناة وصفات علا الحاج. اليوم إن شاء الله حنعمل مع بعض وصفة من وصفات السمك المميزة. هعمل معاكم أصابع فيليه السمك. طريقتها كتير سهلة كتير بسيطة، طعمها تحفة بصراحة، ممتعة جدا في الأكل. عملت جنبها صوص التومية وصوص الثاوزند آيلاند، موجودين في القناة، بس حنزل لكم الرابط في مربع الوصف تحت الفيديو إن شاء الله. والآن خلينا نبدأ بوصفتنا. بسم الله. عندي هنا فيليه السمك غسلته بمية وطحين وصفيته نشفته كتير منيح بورق المطبخ. الآن باخد قطعة الفيليه من الخط الموجود في النص، بقطعها بشكل طولي على طولها زي ما انتم ملاحظين. الآن بدي أقطعها بالطول اللي أنا حباه، بحطهم على بعض عشان يكون كلهم طولهم تقريبا واحد. وحاخد القطعة هي عريضة، بحاول أقطعها كمان بشكل طولي من النص عشان تعطيني شكل الأصبع الطويل بالشكل هذا. هيك تمام. خليني أكمل تقطيعهم وأرجع لكم. الآن بدي أتبلهم. عندي بهارات السمك الجاهزة، وعندي توم بودرة، فلفل أسود، وزنجبيل بودرة. بضيفهم وبدي أضيف ملح. بخلطهم مع بعض، بغطي الفيليه بنايلون وبتركه بالثلاجة تقريبا نص ساعة. الآن خلطة التغليف عندي طحين، عندي بيض، وعندي بقسماط أو الكعك المطحون. بس أنا بحب أضيف شوية بهارات على الطحين وعلى البيض. بدي أضيف توم بودرة، زنجبيل بودرة، فلفل أسود. طبعا أنت ممكن تضيفي إيش بتحبي حسب رغبتك وحسب المتوفر عندك. الآن بدي أضيف للبيض ملح وفلفل أسود. بحاول إني أخفقه. باخد قطعة من قطع الفيليه، بغلفها كتير منيح بالطحين. بعدين رقم 2 بالبيض، ورقم 3 بالبقسماط. البقسماط عندي ضفت له سمسم، وكمان ضفت له شوية بهارات، وممكن انت تجيبيه كمان مضاف له جاهز، تشتريه هو يكون له مضاف. هيك تمام. هيك غلفتهم. انا حقلي جزء منهم والجزء الثاني حغلفه بنايلون وحتركه بالفريزر، بحتفظ فيه بعد فترة ممكن انزله واقليه. فهذه خطوة منيحة انه توصلوا لهذه المرحلة وتحتفظوا فيه لأي وقت بدكم اياه، بتنزلوه وبتقلوه. عندي القلاية فيها زيت غزير. النار القلاية بدها تكون الزيت يعني وسط، مش عالي كتير، عشان انا بدي السمك يستوي. لما حمي الزيت بنزل قطع السمك. هيك تمام. اخذت اللون الحلو الذهبي. برفعها على ورق المطبخ بالشكل هذا. بكمل قلي وجبة تانية. وهيك عملنا مع بعض أصابع فيليه السمك بطريقة كتير سهلة وبسيطة. بنصحكم جدا تجربوها، حتحبوها جدا. فياريت تشيروا الفيديو عندكم حتى يشوفوا أكبر عدد من أصدقائكم. ودايما بشكركم على متابعتكم. حياكم الله.